السلام عليكم. الفرق ما بين تقليل السعرات وتقليل النشويات. تقليل السعرات هي فكرة مبنية على مبدأ إن أنا لو زودت أكلي فأنا هزيد في الوزن، ولو قللت أكلي فأنا هنزل في الوزن. وهي فكرة صح وسليمة مفيهاش مشكلة، لكن في عوامل كتيرة أوي بتفرق فيها. بمعنى إن أنا لو عندي شخصين نفس الوزن ونفس الطول، ده مش معناه إن هم ياخدوا نفس السعرات، لأن اختلاف نوع الأكل اللي أنا باكله أو طريقة أكلي أو معدل الحرق عند الناس بيختلف، أو كتلة العضلات نفسها حجمها قد إيه، ده بيفرق في معدل السعرات اللي هيدخل لي، اللي هو كالوريز إن وكالوريز أوت، أنا يدخل لي قد إيه ويخرج قد إيه. الناس بتفضل إن هي تقلل سعرات في موضوع نزول الوزن، لأن ده يعني بيخليها مش محرومة من أنواع أكل معينة. لكن المبدأ ده نفسه مش مظبوط، لأن في أنواع أكل معينة ممكن تاكلها تخليك جعان بعدها، وفي الحالة دي احنا ندخل في نقطة تانية اللي هي إن أنت تبقى جعان مدة طويلة، وده برضه هيخليك تخرج عن موضوع الدايت. على العكس، موضوع إن أنا أقلل نشويات، موضوع إن أنا أقلل نشويات دي فكرة بتعتمد على إن أنا بختار نوعيات الأكل اللي ملهاش تأثير كبير على الأنسولين، وبالتالي هي فكرة علاجية، لأن أنت لو عندك مقاومة أنسولين فهي برضه هتساعدك إن أنت تعالج الموضوع ده. الفرق ما بين الاتنين ان انا لما اقلل نشوياتي الموضوع ده ممكن يحرمك من انواع اكل معينة، لكن في نفس الوقت انواع الاكل اللي انت بتاكلها مش هتخليك جعان بعدها. عشان كده الفرق ما بين الاتنين كبير. وانا لما باجي اختار نوع معين لازم ده بيفرق على حسب الشخص اللي قدامي عايز ينزل قد ايه، وحالته الصحية عاملة ازاي، بيمارس رياضة ولا لا، نومه عامل ازاي. فلما نيجي نختار لازم نختار الحاجة الصحية اللي اقدر امشي عليها مدة طويلة. بمعنى ان انا ممكن امشي على نظام ان انا اقلل نشويات واقدر اكمل عليه على طول. لو انت مش هتقدر تكمل على الموضوع ده مدة طويلة، فاعرف ان انت بعد كده ممكن ترجع تزيد في الوزن واحدة واحدة. فاختاروا النظام اللي انتوا هتمشوا عليه على حسب حالتك الصحية وعلى حسب انت تقدر تعمل ايه. شكرا.